هاد النوطة عجباتني. النساء كيحاولوا ديما يصلحوا ما خربه الرجال. شوف العبقريه ديال هاد الشخصيه واللي ابتكرت طريقه تجميل غيرات حياه المئات ديال الناس واللي تدمرات حياتهم. في الحرب العالميه الاولى المعارك خلات من موراها دمار مرعب، وماشي غير في البنيان ولكن في وجوه الالاف ديال الجنود اللي رجعوا لديورهم باصابات بالغه لدرجه ان اقرب الناس ليهم ما كانوش كيقدروا يشوفوا في وجههم. الطب التجميلي في هذاك الوقت كان مازال ضعيف وما غيقدرش يرقع داكشي اللي ضاع. في هذه اللحظه بالذات غتبان انا كولمان لاد، نحاته واديبه امريكيه تولدت في 1878. هاد السيده اللي قرات الفن في باريس وروما قررت انها تخلي حياتها المستقره في بوسطن مع راجلها اللي كان طبيب، وغتسافر لباريس في 1917 باش تداوي ما دمرته العبثيه ديال البشر. وبدعم مالي من الصليب الاحمر انا اسست السود والاقنعه التصويريه. الفكره غتستلهمها من النحات البريطاني فرانسيس ديروينت وود. العمليه ما كانت سهله، كانت كتاخذ قالب ديال القبص لوجه الجندي المصاب وكتبدا كتنحت الاجزاء اللي ضاعت ليه بحال النيف ولا الفك، وكتعتمد على الماده ديال الطين وكتاخذ التصاور القديمه ديالو قبل من المعارك. من بعد هذا التصميم كيتحول لقناع خفيف بزاف مصنوع من صفائح رقيقه ديال النحاس المطليه بالفضه. العبقريه ديال انا كانت كتبان في التفاصيل، كانت كتلبس الجلد ديال القناع ديالها وكتبدا كتصبغو بيديها بالوان صلبه باش يتطابق اللون بدقه كبيره مع لون البشره الطبيعيه ديالها وحتى تغيراته تحت من الشمس. وزادت تفاصيل حيه وواقعيه بحال الحجبان الشارب والرموش بشعر حقيقي، ودارت لهم فتحات صغيره عند الفم باش يقدروا يتنفسوا ويتكيفوا بحال اي شخص طبيعي. هاد الاقنعه كانت كتلصق بنظارات ولا بخيوط حريريه مخبيه من مورا الراس. انا والمساعدين ديالها قدروا يصوبوا حوالي 185 قناع الجنود الفرنسيين ومن باقي الحلفاء. واخا هاد الاقنعه ما عالجاتش الوظائف العضويه، ولكنها نقذت هاد الجنود من الانهيار النفسي وفقدان الرغبه في الحياه، ورجعتهم لحضن عائلاتهم والمجتمع بثقه كبيره. وتقديرا لهذا العمل الانساني الكبير الحكومه الفرنسيه عطاتها وسام جوقه الشرف برتبه فارس في 1932، وخدات حتى وسام القديس السابع من صربيا. انا غادي تسد الاستوديو ديالها في 1920 ورجعت لامريكا، كملت النحت حتى توفات في 1939 وخلات وراها ارث كيشهد باللي الفن قادر يداوي الجراح اللي كتعجز عليها الحروب. هذا ما كان. انا يونس قاسم وتهلا.